السلام عليكم. كان في اغنيه زمان لمطربه اسمها ناديه مصطفى بتقول: جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ هي الغربه صحيح وحشاك ولا بقالك حب هناك؟ كلك ترجع جري علينا. جاي في ايه وسافرت في ايه؟ انت جاي عشان شويه فكه من البطوله؟ فضحتونا وعرتونا. وقبلها برضه في استاد لوسيل مباراه الافتتاح كان المفروض المدعو ليها النادي الاهلي، قلتوا لا، بطل الدوري اللي يروح، ورحتوا وكسفتونا وعرتونا برضه، ورحتوا عشان شويه فكه، رحتوا تشحتوا. وموضوع رونالدو وشيكابالا، المعروف عن رونالدو ان هو راجل اسطوره، اسطوره حقيقيه مش مزيفه. طبعا تصرف لاعب اسطوري زي ده ان يقلع التيشيرت ويديه لكابتن فريق الخصم، وخصوصا ان عارف انه مروح على بلده بدري بدري، فقال يكبر بخاطره وجبر الخواطر على الله. فبلاش تحسسونا ان الاسطوره المزيفه بتاعتكم شيكابالا. رونالدو بدل معاه التيشيرت على اساس ان هو شخصيه معروفه والعالم كله يعرفه، هو فعلا اسطوره. والكلام اللي عمالين تقولوه على مواقع التواصل الاجتماعي ده، المرحوم هيفضل مرحوم، وقريبا ان شاء الله جماهيره كلها تبقى مراحيم، لان اكيد كلكم عندكم جميع الامراض بسبب تشجيعكم لنادي زي ده. هتلاقي اللي عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده القلب. والله صعبانين عليا، شوفوا لكم نادي تاني يا اخي شجعوه مكان الزمالك، يا اما تبطلوا تشجيع للكوره خالص، عشان والله عمرك بيروح هدر. والله جماهير الزمالك عمركم بيروح هدر. والله انا بنصحكم شجعوا حاجه تاني، شجعوا كاراتيه، تايكوندو، جودو، كونغ فو، اي حاجه بدل الكوره اللي هتجلدكم دي. والله صحيح نسيت انكم اصلا جماهير فقريه، واي نادي بتشجعوه بيخسر. بلاش تشجعوا اي لعبه اصلا. واخيرا، عمره مقبوله. السلام عليكم.